التصويره كتشرح واحد السيناريو كيتعلق باستراتيجيه ترامب المحتمله باش يحول مضيق هرمز لسلاح اقتصادي ضد ايران. هذا الموضوع حساس بزاف حيت هذا المضيق هو الشريان الرئيسي ديال البترول في العالم. هاك التحليل ديال النقاط اللي كاينين في التصويره بالدارجه. واحد، الهدف من هذه الخطه. الفكره هي ترامب حسب التصويره باغي يفرض حصار بحري كامل على ايران. الهدف هو يرجع هذا المضيق اللي هو ربح لإيران يولي عبء عليها ويقطع عليها تصدير البترول بمرة باش يخنقها اقتصاديا. اثنان، شكون اللي غيتحبس عليهم؟ النفس. الدول المتضررة بزاف، كاينين دول ما عندهاش بديل من غير هذا المضيق باش تخرج البترول ديالها، وهما العراق، الكويت، قطر والبحرين. هادو كيتسموا في التصويرة الدول المختنقة حيت ما عندهم حتى طريق أخرى للتصدير. ثلاثة، شكون اللي يقدر يسلك راسو؟ الدول الناجية جزئيا. هذه الدول عندها طرق بديلة وما كتعولش غير على هرمز. السعودية تقدر تسلك ب 85% من التصدير ديالها عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. الإمارات تقدر تخرج 50% من التصدير ديالها عبر ميناء الفجيرة اللي جاي على خليج عمان برا المضيق. 4، التأثير على آسيا والعالم. هنا كيبان المشكل الكبير حيت العالم كله مرتبط بهذه المنطقة. الصين هي اكبر خاسر، غتفتقد 30% من البترول والغاز ديالها اللي كيدوز من تما. الهند، كوريا الجنوبيه واليابان حتى هما غيتاثروا ولكن بدرجه قل شويه من الصين. العالم كله غتوقع شعله في اثمنه الطاقه، واوروبا وبقيه الدول غيعانيوا من الغلاء. 5، كيفاش غتجاوب الصين؟ عدوا الاصابع. تصويره كتقول باللي الصين غتحاول تقاوم هذا الحصار عن طريق تستعمل المخزون الاستراتيجي اللي عندها، تزيد من الواردات اللي كيجيوها من روسيا، تعتمد على الانتاج المحلي ديالها حوالي 4 مليون برميل يوميا. الخلاصة، التصويرة كتلخص واحد السيناريو ديال حرب اقتصادية طاحنة. اغلاق مضيق هرمز كيعني حبس الطاقة على نصف العالم، وهذا الشيء كيدي لصراعات سياسية واقتصادية كبيرة بين القوى العظمى، امريكان، الصين، روسيا. وش بان لك هذا السيناريو منطقي ولا صعيب يتطبق في الواقع؟ بالنسبة لسؤالك على الوضع الحالي في أبريل 2026 كاين خبر كتحرك ولكن الصورة باقا ما موضحاش مزيان، خصوصا فاش كنهضروا على جيب المواطن المغربي. هاك تفاصيل الوضعية كيف دايرة دابا. واحد، بخصوص العمليات العسكرية، واش كاين وقف إطلاق النار؟ كاين واحد الأمل صغير ولكن مفخخ، هدنة مؤقتة. نهار 8 من أبريل 2026 تونات أخبار على اتفاق بين أمريكان ترامب وإيران على هدنة ديال أسبوعين بوساطة باكستانية. هذه الهدنة كان الهدف منها هو إعادة فتح مضيق هرمز. الواقع في الميدان للأسف تقارير كتقول باللي هذه الهدنة باقة على الورق وصعيب تطبق. كاين اتهامات متبادلة بخرقها، وإيران باقة مسدة المضي، والضربات العسكرية في لبنان وبلايص أخرى باقة مستمرة. يعني وقف العمليات مازال ما ولاش واقع ملموس كيطمن السوق الدولية. اثنان، بخصوص ثمن البترول فالمغرب هنا فين كاين الكي الحقيقي والوضعية مازال قاصحة. الأثمنة الحالية مع بداية هذا الشهر إبريل 2026 عرفات محطات الوقود فالمغرب زيادة جديدة. الأثمنة دابا واصلة البنزين ليوسونس ما بين 15.50 و 16 درهم للتر. الديزل المازوت فات 14.50 درهم للتر. علاش ما انخفضش الثمن؟ وخا يكون شي انخفاض طفيف في السوق العالمية، المحطات في المغرب غالبا ما كينزلوش الثمن بالزربة. الخبراء كيقولوا باللي حتى لو طاح الثمن عالميا ل 70 دولار للبرميل هادشي غياخد وقت باش يبان في المغرب، والزيادة كتكون بالدراهم والنقصان كيكون غير بالسنتيمات. كيف ديما توقعات خايبة. كاين تخوفات باللي لو استمر التوتر يقدر يوصل لتر ديال المازوت ل 18 درهم، حيث المغرب كيستورد اغلب حاجياته من الطاقة من برا. الخلاصة، كاين هضرة على صلح وهدنة، ولكن في الميدان الماتش مازال شاعل، وهذا الشيء مخلي البترول غالي في المغرب. الزيادة اللي وقعت في الأول من إبريل هي اللي خدامة دابا، وما كاينش شي علامة رسمية على انخفاض قريب يرجع الثمن اللي كان عليه قبل هاد الروينة. الله يدير شي تأويل ديال الخير، حيت هاد الغلاء أثر بزاف حتى على الخضرة والمواد الأساسية. واش لاحظتي شي تغيير في الثمن في المحطات اللي حداك هاد اليومين؟